لا لا لم نخلق عبثا حسنا، بل لنعمرها دنيانا، لنمهد دربا كي يأتي جيل يستكمل ما كان. لا لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا، أن نحيا في الكون كراما، إحسان يتلو الإحسان. ازيكم يا طلبة كلكم، إذا كنتوا اعدادي او ثانوي. دلوقتي هنحل مشكلة كبيرة اغلب الطلبة بيقعوا فيها، حكاية ان انا مش بعرف افرق ما بين الرابطة الايونية والرابطة التساهمية، والرابطة طبعا التناسقية والكلام ده كله. هنوضح حبة حبة، وكل واحد بص يعني ده فيديو مهم لكل الاعمار. تمام، ركز بس، يلا بينا. بسم الله. اهم حاجه انك انت تصلي اسامي الله، صلى على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه هي الرابطه الايونيه؟ الرابطه الايونيه لبعض الناس، في الناس ثانويه المفروض يكونوا واخدينها بتعريف معين، وفي الابتدائيه واخدينها بتعريف معين، وانا هديك التعريفات كلها وهي حوالي 4 تعريفات. تمام، هديها لكم. وعلى فكره كل التعريفات تقريبا قريبه من بعضها. التعريف الاولاني، نصغر الخط، يلا بسم الله، هو تجاذب كهربي. تجاذب كهربي، تمام، بين ايون الموجب والايون السالب. تمام، انت نسيت تكتب حاجه، انا عارف، انا بحب اغير لك لونها كده. اللي هو الكاتايون، اسمه كده ايه بيتنطق كده كاتايون، مش كاتيون، لا كاتايون. والايون السالب اللي هو الانايون. انايون مش انيون، انايون، ماشي. طيب، هو ده قوة تجاذب كهربي ما بين الايون الموجب والايون السالب. باينه قوي ان في موجب وفي سالب، ففي قوة تجاذب، فده عمل رابطة ايونية. طيب، التعريف التاني ايه؟ التعريف التاني، وده ده طبعا ديت اللي بتفرق اكتر، اللي هو تفاعل بين، لا، تفاعل ذرتين يكون الفرق في السالبية الكهربية بينهم، ثانية، بينهم كبير. ازاي؟ في فرق، في حاجة اسمها سالبية كهربية، اللي هو لو أكبر من 1.7 السالبية يعني، أعرف إن ده رابطة أيونية. طبعا أعرف منين؟ لازم تكون عارف تقريبا عليها، لازم تكون حافظ. اللي في ثانوية لازم يكونوا حافظين السالبية الكهربية. طبعا انت مع التكرار هتعرف السلبيه الكهربائيه بتاعت دي كذا، السلبيه الكهربائيه بتاعت دي كذا. انا مش عايز ادخل في تفاصيل زياده، عايز اعرفك ازاي تفرق وخلاص. تمام، عشان كده لما تيجي تشرح لك هتبقى انت متوسع جدا وانت بتسمع الشرح. طيب، ايه التعريف التالت؟ التعريف التالت، نغير اللون بقى شويه. التعريف التالت هو بيقول لك هو اتحاد فلز مع لا فلز عن طريق التجاذب الإلكتروستاتيكي. الله الله، يعني بص شوف لها كذا تعريف ازاي. التعريف ده مع بعض التعديلات هيبقى بيساوي التعريف بتاع اولى اعدادي في الدرس الاخير في الوحده الاولى. تالتة اعدادي، اولى اعدادي هياخدوها، وتانية اعدادي المفروض يكونوا خدوها، فديت برضو الاولى اعدادي وتانية اعدادي وتالتة اعدادي ولا ثانوي وتانية ثانوي وتالتة ثانوي، الحاجات دي كلها مهمة جدا. طيب، ايه تاني؟ ليها تعريف كمان، واخر تعريف باذن الله. ايه هو؟ بيقول لك قوة جذب كهروستاتيكي بين ايونات الموجبة والسالبة وايونات السالبة.
هو ده. هتقول لي ده نفس الاولاني، هو ده نفس الاولاني، ده التعريف بتاع الرابطه الايونيه. طب نشوف تعريف الرابطه التساهميه ونرجع تاني. طيب ايه تعريف الرابطه التساهميه؟ ملهاش تعريفات كتير، هي تعريفاتها قليله. طيب الرابطه التساهميه ليها تعريفين بس. هنا بيقول لك الرابطه التساهميه هو تفاعل ذرات متشابهه في السالبيه الكهربيه. هو تفاعل ذرات متشابهة في السالبية الكهربية. وعلى فكرة لازم أن يكون الجزيء أو المركب الفرق اللي في السالبية الكهربية ما بينهم لازم أن يكون أكبر. ثانية أنا عملتها هنا إيه؟ لازم أن يكون أكبر، يكون ثانية اللي أنا هببته ده أنا قلت في حاجة غلط. المفروض يكون أصغر صح؟ فالمفروض تيجي تكون كده، والمفروض يكون السالبية هنا أكبر. المفروض يكون فرق السالبية أكبر من 1/7. هنغمرها بلون لأن دي بتفرق. ديت يعتبر دي فارقة ودي فارقة، وكمان حاجة تانية فارقة، الفلز مع اللافلز. تمام؟ يعني أنا لو أنا عايز أقول لك تهتم بإيه، هو دول السالبية والفلز مع اللافلز. ده اللي يفرق ما بين فعلا الرابطة الأيونية والرابطة التساهمية. طيب كده عرفنا ان لازم يكون فرق السالبية اكبر من 1/7. طيب تمام. فهي عرفنا ان الرابطة الايونية لازم تكون السالبية بتاعتها اكبر. ثانيا نغير القلم. لازم يكون السالبية بتاعتها اكبر من 1/7. لكن بيكون الفرق، يعني مثلا لو عنصر الاكسجين مثلا مع عنصر الصوديوم، لازم ان يكون الفرق السالبية مثلا دي فرق السالبية ده السالبية بتاعتها 5 ودي السالبية بتاعتها 7. لما نيجي نطرحهم لازم أن يكون اكبر، يبقى دي 2 تساوي 2 لو جينا طرحناها من بعض، ففعلا هي اكبر 1/7 اكبر من 1/7، اقول عليها انها رابطة ايونية. لكن هنا لو فرضنا بين الهيدروجين والاكسجين دي 5 وده 4، الفرق ما بينهم 1، وفعلا هي اصغر من 1/7، فاقدر اقول عليها رابطة ايه؟ هيدروجينية. طيب في كمان تعريف للرابطة الهيدروجينية عايز اوضحها. بسم الله. الرابطة التساهمية أقصد التساهمية هي اتحاد، دي بقى برضو أنا بقدر عليها إن أنا أقدر أفرق ما بينها برضو، اتحاد عنصرين لا فلزيين مع بعض. كده عرفنا نفرق ما بين فعلا بين الرابطة الأيونية والرابطة التساهمية. ايه ده اهو، بين هو لا فلزيين، عنصرين لا فلز زائد لا فلز، بالاختصار كده يعني فلز لا فلز زائد لا فلز، كده اقدر عليها تساهمي. ويكون ده لو عايزين نختصر الكلام ده كله، يكون السالبية اصغر من 1/7. بس هما دول الحاجتين دول اللي اقدر افرق ما بينهم، الرابطة التساهمية والرابطة الايونية. بس كده بس الرابطة التساهمية انا عايز اقول لك على حاجة في الرابطة التساهمية. ايه الرابطة التساهمية؟ هي اصلا معناها انها مساهمة. يعني أنا ممكن اجيب لك تعريف تاني انها بتعمل ايه. هي بتعمل على مساهمة او مشاركة ذرات العنصر بتاعتها. يعني مثلا وليكن قال لك عنصرين لا فلزيين مع بعض، مثلا لو قلنا كلور، ادي كلور وادي كلور. لما يجينا مثلا هو اخر توزيع اخر حاجه ليه 7 صح، نيجي نعملها بطريقه لويس النقطي: 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6 7 اهي. النقطه دي بقى والنقطه دي معناها ايه؟ هنا في الرابطه التساهميه ليها دور، بيعمل ايه؟ انا بساهم بالالكترون بتاعي ليك، وانت بتساهم لي بالالكترون بتاعي بتاعك ليا. تمام؟ فالاتنين هيتحدوا مع بعض يعني يكملوا بعض، هيتحول كده، هيعمل بالشكل ده، هتبقى سي ال. تمام؟ ادي انا هعمل دايره كده عشان خاطر اعرف اوضح لك ايه هي ايه الفكره. ادي السي ال. هنا بقى
ادي الواحد اتنين، وادي التلاتة، وادي الاربعة، وادي الخمسة، وادي الستة، وادي السبعة. تمام. نغير اللون كمان معلش. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. ادي اهو. بص بقى هنا كده انا كده ساهمت كده، الكلور ساهم بالكترون للكلور ده، والكلور ده ساهم بالكترون للكلور ده، فكل واحد خد واحد بس، اتعملت على هيئة جزيء عنصر، فبقى Cl2. فرضا انا بفترض لك، فبقت دي لوحدها كده تحسب لها 8 بقت كامل، ودي بقى بقى عنصر كامل، عنصر بقى مستقر، وصل لحد الاستقرار. فدي اتعملت على الهيئة دي، فبقت Cl مع Cl. ده ساهم بالالكترون وده ساهم بالالكترون، فبدأ مستقر وده بقى مستقر، بقى الاتنين في حالة الاستقرار. طب تمام. طيب انا قلت لك انا هجيب لها تعريف تاني. ايه التعريف التاني اللي انا اقول عليها الرابطة التساهمية دي؟ الرابطة التساهمية دي بتعمل على مشاركة، او هي بتعمل مشاركة او مساهمة بالالكترونات بتاعتها، بس ده عن طريق السلبية الكهربية، وهي دي اللي انا وضحناها لك. بس هتقول لي يعني لو جبت اي عنصر، مثلا لو جبنا مثلا ان ايه مع السي ال، اقدر اقول عليه ده رابطة تساهمية؟ اولا مش هتقول عليه رابطة تساهمية. ليه؟ مبدئيا كده لان ده فلز وده لا فلز، واحنا شرطنا ان لازم يكون لا فلز، لازم يكون لا فلز، وده لا فلز بس ده فلز، فما ينفعش. فده مش رابطة تساهم، ده مش رابطة تساهمية، دي رابطة ايونية. تمام. كده انت تقدر تحدد ببساطة من حيث دي. طيب طب انا لو مش عارف ان هو فلز، ما هو ده هيقولك السلبية الكهربائية بتاعتها ايه، ما تخافش يعني. طيب وضحنا النقطة دي. بس هتقولي طيب في حاجة اسمها الرابطة الهيدروجينية. ايه الرابطة الهيدروجينية دي؟ هقول لك يا صديقي، الرابطة التساهمية اصلا بتتفرع على حاجتين. الرابطة التساهمية بتتفرع على حاجتين، قطبية وهيدروجينية. طيب ودي هنتفرغ لها لموضوع بعدين، لفيديو تاني بعدين، لان احنا قربنا نوصل للربع ساعة، وانا مش عايز اخط الصراحة النص تلت ساعة ولا نص ساعة. تمام. فلو عايزين فعلا الجزئية دي اكتبوا في الكومنتات وانا هوضحها لكم. طيب الرابطة التساهمية طبعا في رابطة تساهمية أحادية ورابطة ثنائية وثلاثية. طيب في عندك أحادية ثنائية ثلاثية. وعلى فكرة بلاش، طب خلينا نكمل. طيب خلينا نكمل الأول الرابطة الأحادية. طيب أقدر أقول لك إن الأحادية معناها إيه؟ يعني إيه رابطة تساهمية أحادية؟ زوج مشترك في الإلكترونات، في تبادل في الزوج المشترك في الإلكترونات. زوج مشترك في الإلكترونات. ادي الإلكترون ببساطة كده. يعني المفروض أصلا يكون أي عنصر لازم يعمل رابطة واحدة، يعمل رابطة واحدة، رابطة تساهمية أحادية بس، زي الكلور زي ما انا قلت لك كده، دي الكلور مع الكلور. طب ليه؟ لان هو عايز الالكترون واحد. كل ما زادت، بص، كل ما زاد عدد الالكترونات كل ما زادت عدد الروابط. وطبعا اقصى حاجه توصل لها تلات الالكترونات، ففعلا في حاجه اسمها 3 روابط اللي هي الرابطه الثلاثيه. هتقول لي عشان كده عملوا حاجه اسمها ثنائيه وثلاثيه. طيب طبعا لكل قاعده ولها شواذ. القاعده اللي احنا بنتكلم عليها دي قاعده اسمها قاعده الثمانيه. تعالى كده على تحت شويه، في حاجة اسمها استثناء قاعدة الثمانية. طبعا لو انت اعدادية ما تتفرجش على الجزئية ديت، لانها ما تخصكش قوي. لو انت عايز تاخد معلومة اتفرج وخليها، بس هبص دخلها من الودن دي وطلعها من الناحية التانية، بس اديك سمعتها. ايه استثناء قاعدة الثمانية؟ كانت المفروض قاعدة الثمانية انها توصل لحالة الاستقرار وهي 8. لا، في ناس وصلت لحالة التسعة، وصلت لحد 10، وصلت لحد 12. فعلى حسب المركب الكيميائي اللي بيتحدد، اللي بيحصل على حسب التفاعل الكيميائي. مثلا وليكن عندك حاجه اسمها خامس كلوريد الفوسفات BCl5.
طيب يعني ايه دي؟ يعني عندك الفوسفور ادي البي، تمام، وعنده الالكترونات حواليه 1 2 3 4 دي 5، ومعاه الكلور. الكلور ادي كلور مع كلور مع كلور مع كلور مع كلور، يعني 5، وكل واحد فيهم دي 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6 7. وكل واحد بقى يشارك، ده يشارك باتنين اهو، وده يشارك باتنين، وده يشارك باتنين، وده يشارك باتنين، وده يشارك باربعة هم، هيشارك باتنين مع الاربعة، وده هيشارك بالاتنين بتاعه برضه. فهتوصل يعني رقم كبير، رقم كبير. يعني انت لو جيت تعد هتبقى 1 2 و2 4 و2 6 و2 8 8 و2 هتوصل ل 12. تمام تمام، لان هو هيعمل 5 روابط. ادي رابطه ادي رابطه ادي رابطه ادي رابطه ادي رابطه، سي ال سي ال سي ال سي ال سي ال، وادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10، هيعمل 10، هيعمل 10 الكترونات. وده كده وصل لحالة الاستقرار. الله اعلم هو وصل لحالة الاستقرار وهو بيعمل تفاعل كيميائي، لكن حالة الاستقرار كانت ثمانية، لا، فدي كان استثناء. وعندك اس او 2، يعني اس هيعمل رابطة هيدروجينية، 1 وادي 2، بقت عنده 4. طبعا غير اللي معاه، ما هو الاس عنده كام؟ هيعمل الاتنين، هيعمل رابطتين صح؟ فبقى الاس عنده حوالي 2 كمان، 2 و2 4، 4 و4 8. لا، في حاجة ناقصة، في حاجة كمان. ما هو هيعمل رابطتين هيدروجينيتين، فتبقى دي كده 2 ودي 2، لانه هيعمل 4. فواحد 2 3 4 5 6 7 8، وادي 2 كمان، ادي 10 و2 12. وهيصة هيصة ليه؟ هقول لك انا، لان مجموعة الستة، مجموعة 6 A، مجموعة 6 A دايما تبقى بتعمل روابط هيدروجينية، بتعمل روابط تساهمية ثنائية. مجموعة 6 A، شوف مجموعة 6 A فيها ايه، تمام؟ ودي اللي بتعمل روابط تساهمية ثنائية. تمام. بلاش نتكلم عن كل الشواذ، لان في فعلا شواذ كتير، ما تحصرش نفسك على الحاجات دي. تمام، حلوه كلمة ما تحصرش. طيب ايه بقى الثنائية؟ الثنائية ما هي زي الاكسجين مع الاكسجين، والاكسجين بيعمل رابطتين. الكربون بيحب يعمل رابطتين، بيعمل 4 روابط، بس دي ثنائيه. بين دي وبين دي ثنائيه، وبين دي وبين دي ثنائيه، ما تفتكرش ماشي. هو الكلور يعمل 4، لكن هو في الحقيقه عمل 2 مع عنصر، وعمل 2 مع عنصر. تمام. طب انا اعرف ان هو عنده بيعمل 4 الكترونات. انا هقول لك بيعمل 4 روابط. بص، الكربون الكربون اصلا عدد الذري بتاعه 6، تمام، لما تيجي توزعه تبقى 2 4، تمام، فبيعمل 4 روابط، لازم يعمل 4 روابط. تمام. الاكسجين مش 8؟ اه الاكسجين 8 اهو، الاكسجين 8 لما تيجي توزعهم هتبقى 2 6. عايزه كام الكترون؟ عايزه الكترونين. فكل ما زاد الكترون زي عدد الروابط. فمش شرط، مش شرط. هو احنا اكتريتنا ثلاثيه، ودي الشواذ اللي احنا بنقول لك عليه. احنا اكتريتنا يعمل رابطه ثلاثيه، يعمل رابطه ثلاثيه. يعني الكربون ممكن يعمل رابطه ثلاثيه مع حد، ويعمل رابطه احاديه مع حد براحته، بس هو بيعمل 4 روابط. هو عايز 4 عناصر يرتبط بيهم، فاهمني؟ انا كعنصر عايز 4 عناصر ارتبط بيهم. اي واحد، اي حد، بس كامل 4 روابط بتوعي. لكن اعمل رابطه ثلاثيه، الثلاثيه لازم يكون يعمل رابطه ثلاثيه مع عنصر، رابطه ثنائيه مع عنصر واخره ثلاثيه. لكن يعمل رابطه احاديه مع عنصر تاني في نفس المركب عادي. تمام. انت في ثالثه ثانوي هتفهم الموضوع ده، والناس اللي في ثالثه ثانوي هتبقى عارفه. طيب الثلاثيه زي ما انا قلت لك، زي عنصر الكربون بيعمل رابطه ثلاثيه واحاديه مع حد تاني. طيب وعندك النيتروجين بيحب يعمل رابطه ثلاثيه مع عنصر، مع نفسه برضه. تمام. ادي كده الرابطه التساهميه. لما نيجي نفرق ما بينهم ازاي؟ الرابطه الايونيه بتعمل، الرابطه الايونيه بين فلز مع لا فلز، زي NaCl. وازاي برضو؟ بحيث ان كل عنصر يكمل التاني. مش ال Na 11، ادي ال Na مش 11، نكبر شويه. Na 11 توزيعه 2 8 1، تمام. الكلور 17 2 8 7. ده عايز له واحد
وده عايزه 7. فلو ده انا كصوديوم بمنح الكترون، وانا انا هو كان بيمنح الكترون بيسلفه، انا بسلفك 1 وانا بسلفك السبعة، هما الاتنين بيشاركوا مع بعض. تمام، بحيث انه يكملوا، بحيث يوصلوا حتى الاستقرار. فده ان ايه موجب وده سي ال سالب، الموجب هيروح مع السالب فهيبقى اي سي ال متعادل. تمام. طيب في رابطة كمان انا عايز انقل دي. عايز انقلها ونصغرها سنة. ليه؟ لان في رابطة كمان انا عايز اوضحها. هنفضي بس مكان. طب ليه؟ طب ما نفتح صفحة جديدة. لا انا عايز احط لك كلها في سبورة واحدة. طب تمام. ايه بقى؟ انا عايز اتكلم عن حاجة، رابطة اسمها رابطة التناسقية. الرابطة التناسقية، ايه الرابطة التناسقية دي؟ الرابطة التناسقية لازم أن يكون في ذرة زائد ذرة. طب تمام، ايه الجديد؟ لا مش اي ذرة بقى، ذرة بتمنح، ذرة مانحة. ومش اي مانحة، ايه، ما بتمنحش اي حاجة، بتمنح زوج من الالكترونات. والذرة دي دي اللي بتمتلك مكان فارغ، تمتلك فلك فارغ. اي نعم، بالطريقة بالذي الفلحي تستقبل دي اللي بتستقبل. تمام. طيب وضح لي اكتر. وليكن ان ناخد مثلا عنصر النيتروجين زائد الاكسجين. عنصر النيتروجين، لا بلاش الاكسجين، خلينا في الهيدروجين. عندك عنصر النيتروجين ادي 1 2 3 4. هو 4، هو 5 صح؟ ماشي، ثانية. 3 4 دي 5. طيب ده ايون ما عندوش حاجه، مكانه فارغ. للطلبه الثانويه فاهمه عارفه ان الهيدروجين لما نيجي نوزعه بالطريقه الفرعيه هيبقى عنده ال1 اس فارغ، وعايزه اصلا يتملي بالالكترونين. واحد ده وده بالتاني بالعكس، صح. هو اصلا ما عندوش حاجه. فال فالذرات التناسقيه بتتكون عن طريق دي. يعني ايه عن طريق دي؟ ثانيه عايز امسحها اهو. عن الطريق ده، واصلا بيكون النيتروجين مربوط اصلا بهيدروجين على هيدروجين كمان على هيدروجين كمان. ده اصلا النشادر NH3 ده النشادر. لما تيجي تفعله تعمل رابطه تناسقيه، تمام، بتفعله مع هيدروجين، لازم تفعله مع عنصر فارغ. ليه؟ عشان خاطر الالكترونين دول هو اللي هيملى حياته. هو فراغ بقى، في قلبه فراغ. فلازم حد يملى حياته، والالكترون دول اللي هيملى حياته بصراحه. فهتوصل لحاله ان معاك نقطتين بس دي بتاعت الهيدروجين مش بتاعت الهيدروجين، دي كده سلفتها لك بس. وده مع هيدروجين هنا، وده مع هيدروجين هنا، وده مع الهيدروجين هنا. بقى وصلت لحاجه اسمها الامونيا NH4. ومش اي H4، NH4 موجب. ليه موجب؟ لان ده كان موجب وده كان متعادل، فالاضغى هو الموجب اللي بيضغى على دي، فبقت NH4. عرفت بقى دي جت منين؟ تمام. طيب في حاجه كمان، كل ما زادت الروابط التناسقيه، كل ما اتكررت في نفس المركب، كل ما زادت الروابط التناسقيه في نفس المركب، عملت حاجه اسمها معقدات الفلزيه. المعقدات الفلزيه ازاي؟ مثلا ممكن لو فرضنا الكلور انا بقول لك فرض الكلور 17 صح؟ هنا في 1 2 3 4 5 6 7 كده 7 ماشي. ممكن انا بقول لك ممكن ادي هيدروجين فارغ وادي هيدروجين فارغ وادي هيدروجين فارغ. مش ممكن ياخد الهيدروجين اهو وياخد الهيدروجين اهو وياخد الهيدروجين، يعمل 3 روابط تناسقيه. فبيسموها حاجه اسمها معقدات فلزيه. ودي مش عليك وما خدتهاش انت لا في ثانويه ولا في اعداديه حتى، بس ادي معلومه تكتسب بيها. طيب
تمام. في حاجة كمان اسمها الرابطة الفلزية. الرابطة الفلزية آخر حاجة، الرابطة الفلزية، ودي معلهاش حرج. يعني ايه؟ دي بيعتبر فلز زائد فلز بس هو تعريفها قوة جذب كهروستاتيكي. ممكن تسرع الفيديو على فكرة. بين أيونات الفلز الموجبة. خط زبالة والله العظيم، زبالة. الموجبة زائد الإلكترونات التي لا تكون مرتبطة بأي ذرة برابطة محددة. يعني ايه دي؟ اللي بيسموها اصلا، اللي بيسموها بيني وبينك يعني، بيسموها الالكترونات الغير متمركزة. الالكترونات الغير متمركزة. وايه اللي فيها بيني وبينك بقى؟ لا، ما انا هقول لك. ديت بين قوسين بيني وبينك بقى، اللي هي الايه؟ الحرة. حرة صايعة وضايعة. حرة بتعمل ايه؟ عايزاه. انا عايز اكون حرة، مش عايز انا مثلا اعمل رابطة فلزية ما بين ايونات الفلز وانا اكون مرتبطة بحد تاني. لا، انا لازم اخلعه، بعد ما اخلعه ابقى ارتبط عادي. اصيلة بس صايعة برضه. طب والحالة دي رابطة الفلزية دي بتحصل امتى؟ بتحصل في 3 حالات. ايه ال3 حالات دول؟ الله. عشان الرابطة الفلزية دي تتكون لازم تتكون 3 حاجات. ايه ال3 حاجات؟ لازم تزيد. يعني تزيد. ايه اللي تزيد؟ ثانية اصبر عليه. وكمان تزيد وتقل. ايه بقى؟ ايه اللي تزيد الشحنة الموجبة. الشحنة الموجبة اللي هي الايونات يعني، اللي هو الفقد. وتاني، وعدد الالكترونات الغير متمركزة، لا الصايعة بيني وبينك برضو. عدد الالكترونات الصايعة اهو. وتقل حجم الايونات في الشبكة البلورية. وايه الشبكة البلورية دي بعدين؟ وايه الحجم ده؟ الحجم زي نص القطر، وده لو زاد العدد الذري فعلا نص القطر بيقل. طيب فين؟ في نفس الدورة كده. انا لميت لك ازاي الفرق بين الرابطه الانيه والرابطه التساهميه، وعرفتك ايه الرابطه التساهميه، انواعها ايه، اصلها قطبيه وهيدروجينيه. وبالمره انا هقولها شفويا دي. ايه بقى؟ في حاجه اسمها رابطه تساهميه قطبيه. الرابطه التساهميه القطبيه دي بلاش الرابطه التساهميه القطبيه. بلاش نتكلم في الموضوع ده، خلاص انا قافل على الموضوع ده. بلاش، مش هنتكلم في مواضيع تانية. بس في معلومه عايز اقولها. ايه تاني؟ معلومه صغيره. ده احنا جبنا سيره السيره السالبيه الكهربيه. لو كانت الفرق السالبيه الكهربيه اهو، نكبر الصوره شويه. لو ثانيه، لو كانت الفرق في السالبيه الكهربيه بتساوي 0، دي بنسميها رابطه تساهميه نقيه غير قطبيه. زي مين؟ عندك مثلا الاكسجين. لو جينا نعملها اتحاد مع الاكسجين كمان، زي الO2 اللي هي الO2. الفرق السلبيه بتاعها مثلا السلبيه الكهربائيه بتاعتها 5، اما تيجي تطرحها الاتنين من بعض مش هتطلع لك 0. فدي فعلا رابطه تساهميه. دي رابطه تساهميه نقيه، رابطه تساهميه ثنائيه نقيه غير قطبيه. طيب عايز اديك 3
دي كده معلومة كمان، دي معلومة كمان. عايز اديك 3 عناصر بنسبة 100% بتعمل رابطة تساهمية، ومش اي رابطة تساهمية، دي بتعمل رابطة تساهمية هيدروجينية. ما دام انت قلت هيدروجينية يبقى فيها هيدروجين، الله ينور عليك. بس اللي تعمل الرابطة مع الهيدروجين مين؟ عندك 3 عناصر، عندك النيتروجين وعندك الاكسجين وعندك الفلور. دول السلبية بتاعتهم كبير مقارنة بالهيدروجين، عشان كده سميناها رابطة تساهمية هيدروجينية. وخليها دي معلومة مني ليك. بس كده. اشوفكم بقى على خير. يا ريت الفيديو ده يوصل لاكبر قدر ممكن من الناس عشان تستفيد حاجة محترمة برضو. وانا سبت الدنيا كلها. وعلى فكرة الناس اللي في اولى اعدادي يا ريت تتفرج على الفيديو ده، عشان خاطر انا هبني عليه حاجة تانية. والناس اللي في تانية اعدادي نفس الكلام، لان انا فعلا هبدا اشرح على طول. فاهمين؟ طيب. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع طيب الايام والرقة ده. اشوفكم في بكره في فيديو تاني اطيب من اللي فات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا لم نخلق عبثا حسنا، بل لنعمرها دنيانا، لنمهد دربا كي ياتي جيل يستكمل ما كان. لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا، أن نحيا في الكون كراما إحسانا.